السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا سمر من مطبخ وصفات سمر حسين، دي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وما ننساش الدعاء لأهلنا في غزة، ربنا ينصرهم النصر ان تعجبوا منه أهل السماوات والأرض. وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض العيش الشامي بطريقة سهلة بثلاث مكونات أساسيين. هنعمله بكل سهولة وهنعمله على الطاسة، لو انت حابة تعمليه على الفرن مفيش مشكلة. يلا بينا كده نشوف الطريقة. عندي كيلو من الدقيق، عليه باكت من الخميرة الجافة، معلقة كبيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الملح. عندي كوبايتين ونص من المية، ممكن تستخدمي أكتر أو أقل على حسب نوع الدقيق. هنعجن كل المكونات دي مع بعض. العجينة معانا مفيش غير بس 3 مكونات أساسيين، يعني السكر ده ممكن تحطيه ممكن لأ، بس أنا بحطه لأن بيدي تيست حلو خالص للعيش. أولا كمان بيسرع من عملية خمور العجين. هبتدي كده أنزل بالمية بالتدريج. أنا زي ما قلت أنا استخدمت كوبايتين ونص من المج اللي هو 250 ملي. هنبتدي هنا في المرحلة دي نستخدم إيدينا ونعجن عجن متواصل لمدة 10 دقايق أو أكتر، على حسب ما تلاقي العجينة معاكي نعمته بقت طرية. أولا أنا مش عايزاها بتلزق، أنا عايزاها ماسكة نفسها علشان نفردها وعلشان العيش يطلع السمك بتاعه حلو وما يتعبنيش في الفرد. يعني أنا عايزاها ما تكونش بتلزق، زي ما انتوا شايفين العجينة هنا متماسكة. افضلي عجيني كده لغاية ما تلاقي العجينة بقت ناعمة معاكي وملمسها طري طري ولكن مش بيلزق. أهم حاجة ما تلاقيش عجين في ايديكي وايديكي تبقى نظيفة. لو واخدين بالكم ان انا هنا ايديا ما فيهاش عجين بيلزق، يعني ايديا العجين ايديا زي ما انتم شايفين كده مش بتلزق. هغطي العجينة هنا واسيبها ترتاح لمدة ساعة او اكتر او اقل حسب حرارة الجو عندك. وده شكلها بعد ما اختمرت. تبارك الرحمن ما شاء الله. شايفين متماسكة وفي نفس الوقت يعني العجينة مختمرة حلو جدا. شايفين حتى أنا لما بلمها مش بتلزق في إيدي، وده القوام المطلوب معانا. هنبتدي نقطع العجينة على كور. أنا عملت 10 كور يعني ب10 سرغفة من العيش. تمام. ابتدي كوريهم كده وعلى صينية مرشوشة بالدقيق أحط عليها كور العجين علشان أبتدي أشتغل في واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هغطيهم وابتدي أفرد العجينة. تمام. عندي صينية مرشوشة بالردة علشان أحط عليها العيش. تمام. وعندي طبق من الدقيق هبتدي أحط كورة العجين فيها علشان تسهل عليا فرد العجين. تمام بالشكل ده. حاولي قدر المستطاع إن الرغيف يطلع مدور معاكي. ابدأي افردي بالشكل ده، والعجينة كل شوية نقلب فيها زي ما انتوا شايفين. أنا بأفرد من هنا من الناحية دي وارجع أقلب العجينة وافرد الناحية التانية علشان يطلع سمك العجين معايا واحد، ما يبقاش من تحت مثلا العجينة سميكة ومن فوق الوش بتاع الرغيف رفيع أو خفيف. فحاولي ان انتي وبتفردي تقلبي العجينة كل شوية، وحاولي ما تضغطيش على العجينة، يعني حاولي ايدك تكون خفيفة انتي وبتنشبي العيش علشان ما تضغطيش في النص، علشان لما تيجي تسوي العيش لو انتي ضغطتي عليه في النص مش هينتفخ العيش معاكي. تعالوا كده نعمل واحد تاني بالشكل ده. وزي ما قلت احنا كل شوية بنقلب العجينة. شايفين السمك بتاعه. هسيب العجين يرتاح لمدة نص ساعة، وبعد كده الأول طاسة سخنة وبعد كده أهدي النار عليها المتوسط وأسوي عليها العيش. تمام. مسخناها الأول على نار عالية. شايفين العيش ابتدى يرتفع معايا ازاي. بعد كده هبتدي يعني أخلي النار على الوسط. شايفين أنا بحط المعلقة على طرف الرغيف ضغطة خفيفة كده علشان كله يرتفع مرة واحدة. شايفين ما شاء الله. تمام. ده العيش بعد ما خلصنا بقى كل الكمية. ما شاء الله يا جماعة طري جدا، وشايفين اللون بتاعه. بس أهم حاجة زي ما قلت خلي بالك منه على البوتاجاز. شايفين الطبقة من فوق ومن تحت الاتنين السمك بتاع العيش واحد وطري جدا. هفتح معاكم واحد تاني. شايفين طري ازاي اهو. هنفتح مع بعض واحد تاني طري جدا وما شاء الله. تقدري بقى تحشي فيه اي حاجة انت عايزاها. لو كنتي وصلتي معايا بقى لنهاية الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد.
السلام عليكم.